مرثية مقدمة من الأخ عبد الحكيم الشنيفي تعزية ورثاء بعد وفاة الفقيد علي عبد الله صالح المرغمي رحمة الله تغشاه. ويقول فيها: قال الفتى المغبون أبيات القصيد الترجمي عن حزن خيم في بني مرغم وخلاني حزين في موت أبو أحمد علي عبد الله ابن المرغمي، دمعة عيوني ساكبه والقهر في عيني يبين. حنين قلبي من فراق الجيد ذي هو مقدمي، حنين متضايق وضيقه يجعل القاسي يلين من فرقة النشمي وديل العز كانه منتمي. حنيت من قلبي وزاد القهر فيني والحنين. موتك علينا فاجعه يا عز واغلى آدمي، وفاجعه من هاي شي بالراس بعدك يا ظنين. أنت الوحيد اللي بموته هز كم من صيرمي، وبكى عباد الله ذي هم في شمالي واليمين. وأنت الوحيد اللي حسبته في حياتي عالمي، وحنج بشر بالكون هذا عاش مرفوع الجبين. عليك يا أبو أحمد تجمد في شراييني دمي، وتجمدت الأفكار وأنا صاحب العقل الرزين. عليك يا أبو أحمد تجمد في شراييني دمي، وتجمدت الأفكار وأنا صاحب العقل الرزين. ومدفع الأوجاع في موتك علينا قد رمي ضربات ضيق وهمدا من الضرب لا قلبي دنين. كيف أوصف الأحزان ذي في داخلي تتراكمي، وكيف بتناساك وانتهى في خيالي كل حين. مرحوم يا من كان متراسي وكانه محزمي، وفي الشدائد وقفته دائم كما الحصن المتين. أنا أشهد إن موتك خسارة فادحة يا من جميدي ما تغير، والذهب يبقى ذهب دنيا ودين. يا من إليك الأمر كله جيت ناطق من فم يدعوك وترجاك ترحم شخص في قبره دفين، وسكنه في جنة الفردوس به يتنعم يغفر ذنوبه وانتهى الغفار والفرد المتين. والختم باصلي على أحمد بالنهاية واختمي. طه النبي الأمي محمد عد ساعات السنين، طه النبي الأمي محمد عد ساعات السنين. وسلامتكم.